زلزال داخل الأهلي بعد صدمة الخروج. مباراتين خسرهم الأهلي في مسابقات الموسم. الأولى كانت في كاس مصر، وده خلق تصرف صادم بين مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب والمدير الفني ييس توروب. الإدارة الحمراء منزعجة جدا. مجلس الخطيب من خلال سيد عبد الحفيظ المشرف على الكورة وجه انتقادات قوية جدا لتوروب وطقمه المصري بعد الخسارة المدوية 2-1 من المصرية للاتصالات بكاس مصر. السبب؟ عدم تجهيز اللاعبين ذهنيا للمواجهة، تراجع مستوى البدلاء بشكل غريب، وحتى رد فعل توروب مع اللاعبين بعد الخسارة ما كانش بالشكل المتوقع. الإدارة كانت نفسها تشوف رد فعل أقوى في غرفة اللبس، في أسلوب التعامل مع اللاعبين بعد التفريط في لقب محلي مهم، لكن توروب ما أظهرش الحزم اللي الإدارة كانت بتنتظره. والنتيجة؟ الأهلي مش بس خرج من كاس مصر، لكن الأزمة الفنية بين مجلس الخطيب ومدرب الفريق بقت على الطاولة بوضوح، والجمهور بدأ يسأل: هل ده معناه تغييرات كبيرة جاية في الجهاز الفني، ولا الإدارة هتقف مع المدرب؟ بعد الخروج المفاجئ من كاس مصر على يد المصرية للاتصالات، الوضع في الأهلي ما بقاش زي ما كان. مجلس الإدارة والطاقم الفني في حالة غضب شديد جدا بسبب أداء عدد من نجوم الفريق. الأسباب الحقيقية وراء القرارات المدوية: مستوى عدد من العناصر الأساسية كان ضعيف جدا في مباراة خروج الأهلي من الكاس. هناك فرق واضح بين كبار اللعيبة وبين البدلاء اللي شاركوا وتأثر الفريق بسببهم مباشرة. طاهر ومحمد طاهر تعرض لانتقادات حادة بعد واقعة الطرد، وما كانش في المستوى المتوقع منه. بعض اللاعبين المهمين زي محمد شريف، جرابيشار، أشرف داري، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رضا ما قدروش يقنعوا الجهاز الفني بأدائهم، والرد كان فوري: قرارات تجميد هؤلاء داخل الفريق ودفع الإدارة نحو منح الفرصة للعناصر الشابة داخل الفريق. وبدأت اتصالات سريعة مع سيد عبد الحفيظ المشرف على الكرة من أجل البدء في حصر احتياجات السوق الشتوي. وهناك اتفاق داخل الجهاز على ضم 4-5 صفقات قوية في الشتاء لدعم الفريق في الدوري ودوري أبطال إفريقيا. الرسالة واضحة للجمهور: مفيش مكان للكسل أو التراجع البدني بعد النهائيات، وكل اللي ما يقدرش يظهر بالمستوى المطلوب هيكون في نظر الجهاز الفني مسؤول عن ظهوره. الجمهور بقى بيسأل بقلق: هل القرارات دي بداية تغيير جذري في الأهلي، ولا مجرد ردة فعل مؤقتة بعد الخروج المبكر؟ إدارة النادي الأهلي بتسرع في الفترة الحالية لمحاولة التخلي عن المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار قبل فتح باب انتقالات يناير، وذلك بعد أن خرج من الحسابات الفنية للجهاز بقيادة ييس توروب، وما قدمش الإضافة المطلوبة في الخط الأمامي منذ قدومه للنادي. السبب الرئيسي هو تراجع مستواه وعدم قدرته على تعويض غياب المهاجم الأساسي، مما أثر على فاعلية الهجوم ودفع الإدارة للتفكير في تسويقه سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي خلال الشتاء. الفريق بيعاني من أزمة في مركز رأس الحربة بعد تراجع أداء جراديشار، والأهلي بيدور على مهاجم أجنبي مميز لدعم الخط الأمامي في المنافسات المحلية والقارية، خصوصاً دوري أبطال إفريقيا. إدارة الأهلي بدأت تحركات فعلية لتسويق اللاعب وتحسين الخيارات الهجومية قبل يناير، والتفاوض مع أندية مهتمة للحصول على عرض مناسب يضمن استفادة النادي مع احترام رغبة اللاعب في اللعب بانتظام.